لو من بنها ونفسك تاكل سندوتش حواوشي مظبوط، فده المكان اللي دايما باكل منه لما بنزل بنها، عشان قدر يخلي سندوتش الحواوشي بتاعه مختلف تماما عن اي حد، لانه اساسا من بلد الحواوشي عرب الرمل. رغيف الحواوشي اللي احنا عارفينه البيزك الطبيعي جايين نجربه النهارده عند احمد شادي، ولكن بقى النهارده عامل شويه حواوشي مختلفين تماما. عامل حواوشي بالسجق وحواوشي بالجبنه الكيري وحواوشي بالبسطرمه. يلا بينا نجرب مع بعض. وده بقى الفرع الجديد اللي فتحه في شارع الاستاد. انا احمد شادي صاحب مطعم حواوشي ابو شادي في بنها. أنا في مجال الحواوشي بقالي 11 سنه. ان شاء الله تاكلوا عندنا احلى رغيف حواوشي. عندنا الحواوشي البيزك العادي، عندنا الحواوشي الموتزاريلا والحواوشي الرومي والحواوشي السجق، وعاملين بوكسات جديده ان شاء الله تعجبكم وشغل جديد قوي في الفرع الجديد. تعالوا بينا بقى نحضر الحواوشي من بدايته لاخره. هو اول حاجه بيقطع اللحمه من الفخده كده زي ما انتوا شايفين ويحطها على القرمه، وبعد كده بيبدا يفرمها. وفي ناس ما بتحبش اللحمه خشنه كده متقطعه، برضه ممكن نفرم لهم عادي في المفرمه اللي انت عايزه. دي موجود ودي موجود، هي اذواق. بس بالصلاه على النبي، دي اعلى رغيف حواوشي تاكله اللي مدوق على القرمه ده. بس يا عم احمد نقعد نقطع فيها لحد ما تبقى بالفرمه دي. اللحمه اللي هو فرمها على القرمه بينزل بيها في الطبق الكبير، وبعد كده يفرم البصل، وبعد كده بينزل بيه يقطع خضره كذلك وبينزل بيهم مع بعض. كل حاجه عنده بالميزان بقى، سواء البهارات سواء الملح، وبينزل بيهم. ولو انت عايز شطه بيحط لك برضو حسب ما انت عايز. اول حاجه بيقلب بقى البصل مع الخضره مع البهارات، وبعد كده بقى بيبدا يقلب الكلام ده كله مع بعضه. وبعد ما الحاجات دي كلها تتجانس مع بعضها بيبدا يكور اللحمه كور كده زي ما انتوا شايفين، ويعبيها في رغيف الحواوشي. وبعد ما بيخلص تعبئه بيبدا يرص بقى السندوتشات كلها في الصاج ويدخلهم الفرن. وعلى بال ما الحواوشي يستوي هوريكم بقى الفرع التاني اللي هو في اتريب دوت. الفرع يا جماعه اللي هناك في اتريب في بنها برضو. هنا بقى رجعنا وكان الحواوشي استوى. شايفين يا جماعه؟ اللهم صل على النبي. بصوا يا جماعه، العرض دوت ب 100 جنيه. عباره عن ايه بقى؟ عباره عن سندوتشين حواوشي عادي معاهم باكت البطاطس والعصير وميه السلطه والطحينه والمخلل. بصوا يا جماعه، السندوتش عنده يا جماعه عالمي. بصوا كميه الحشو قد ايه اصلا. سندوتش زي ما قال الكتاب، تتبيله اللحمه مظبوطه بالملي. سندوتش طعمه جامد. طبعا بقى حواوشي يعني ميه سلطه. بسم الله، طعمها حرش كده جامده قوي. وطبعا بقى الحواوشي ما يتاكلش غير مع الطحينه. بقى ايه شويه طحينه كده من فوق. جماعه الحواوشي مع الطحينه طعمه خطير. وده بقى بوكس ابو شادي ب 125 جنيه، 2 حواوشي عادي وواحد جبنه من اختيارك. والعرض دوت هيكون من يوم 25 مارس الاربع لحد 31 مارس. الحواوشي عنده يا جماعه ولا غلطه والله، ومكانه في بنها في شارع الاستاد على ناصيه كشري وصايه، وجنبه فيتامين. وده المنيو عشان لو حابين تصوروه. وبس كده، دي كانت تجربتي مع حواوشي احمد شادي. صلوا على النبي، لايك كومنت واكسبلور، وسلام عليكم.